تخيل ان ممكن حد يتجسس عليك ويسرق كل حساباتك بمجرد ما يمسك موبايلك 5 ثواني مفيش غيرهم؟ في البداية كده عايزك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان المعلومة دي بالذات توصل لكل الناس. وسامحوني بقى عشان انا اثناء التصوير عملت المستحيل مع الدبان وبرضه مش راضي يمشي، فعدوها معايا. مع كود ممكن بكل سهولة حد يمسك موبايلك ويدخل الكود ده من لوحة الاتصال وبعدها يملك التحكم في جهازك بالكامل، يسجل دخول على واتساب، على تليجرام، سناب شات، اي حاجه انت مأكدها برقم موبايلك ده، وتقدر تسترد الرقم السري من خلال رقم موبايلك. يعني ممكن الدنيا تخرب بجد لو الموبايل وقع تحت ايد حد ما بيخافش ربنا ويعرف الكود ده. قبل ما اقول لك الكود ده ايه وبيعمل ايه وازاي نلغيه او نتاكد انه مش معمول على موبايلات، انا بخلي مسؤوليتي تماما من اي حد يستخدم الكود ده بشكل خاص، لان عامل الفيديو ده للتوعيه فقط لا غير، عشان الناس تتجنب ضرره ومش تروح تضر بعضها بيه، لان الدنيا مليانه بلاوي اليومين دول وربنا يسترها علينا. الكود ده يا صديقي هو نجمة شباك 62 شباك، وده بقى لو حد دخله على موبايلك يقدر يحول المكالمات اللي ممكن تجيلك بشكل كامل لرقمه هو بكل سهولة. يعني يقدر بكل سهولة يسجل دخول على واتساب او تليجرام او فيسبوك او تيك توك او اي موقع من اي ابليكيشن، ويختار التأكيد بالاتصال بدلا من الرسالة النصية. كده هيكتب رقمك على واتساب مثلا والاتصال هيجيله هو مش هيجيلك انت، لان كل الاتصالات متحولة عليه، وهيقول له الباسورد وبكل سهوله هيفتح واتساب بتاعك، وهكذا كل المنصات. وطبعا عشان تلغي الكود ده او تتاكد انه مش متفعل عندك هتضغط الكود شباك شباك 002 شباك، وبكده هتلغيها لو متفعله عندك، ولو مش متفعله عندك اكيد انت في امان. الميزه دي بقى تقدر تستخدمها في حاجه مفيده لنفسك انت من خلال انك تفعلها على اكتر من رقم موبايل وتحول اتصالاتهم كلهم على رقم موبايل واحد، ودي افضل طريقه ممكن تستخدم بيها الكود ده، وبرضه هتلغيها من نفس كود الالغاء. وقبل ما اختم الفيديو بقى كنت حابب اقول لكم ان ممكن ده يحصل عادي جدا، وحد يخترق موبايلك ويوصل لكل تفصيله فيه ويعمل اللي هو عايزه من غير ما يشوفك ولا يمسك موبايلك ومن بعيد لبعيد، وده من خلال حاجه اسمها التصيد الالكتروني، واللي بيتم من خلال لينك بعرض مغري او مسابقه مغريه من حد ما تعرفه، زي اللي بتجيلك على الواتس كده وبتقول لك شير اللينك ده ل50 من صحابك وهتكسب مليون جنيه او المهم، او حتى لينك مغري او صوره عريانه على ستوري فيسبوك او انستجرام او سناب شات، ودي بنشوفها كتير جدا 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 جدا، وفي ناس كتير بتقع فيها بكل من خلال ان حد يكلمك ويقول لك انا خدمه عملاء كذا، ايا كان بيقول لك انا خدمه عملاء ايه، ويطلب منك رمز او رساله جات لك على الموبايل. طبعا مش محتاج اقول لك ان الافضل لحمايه بياناتك وخصوصيتك هو تجنب الوقوع في اي فخ من دول باي شكل من الاشكال. بكل سهوله ما تضغطش على اي لينك ما تعرفوش من شخص ما تعرفوش او من مصدر غير موثوق منه. ما تضغطش على ستوري فيه صوره مغريه وبتقول لك في اغراء اكتر لو ضغطت على اللينك او رفعت الصوره. ما تردش على ارقام مبلغ عنها المجتمع بشكل كبير. ما تعديش الفيديو ده من غير لايك وشير وكومنت واشتراك في القناه لو انت على اليوتيوب، او متابعه لو انت على اي منصه تانية لتيك توك. ولو عندك اي سؤال يخص التكنولوجيا او الذكاء الاصطناعي او صناعه المحتوى سيبه في كومنت، واكتر سؤال هيتكرر كتير هيكون هو عنوان الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واخيرا ما تنساش تصلي على النبي.